السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغينا نقدم لكم واحد الفيديو على مولاي بوعزة والجهل اللي فيه والسحر والشعوذة والأمية. نعرفوا بعدا شنو هو مولاي بوعزة. مولاي بوعزة واحد من الأولياء ديال المرحلة الأولى للتصوف بالمغرب خلال العهد الموحدي في القرن 12 ميلادي. واليوم وبعد ما مرات أكثر من 800 سنة على الوفاة ديالو، في الجزائر القرية ديال مولاي بوعزة خلال الفترة ديال الموسم السنوي اللي كتكون في الاخر ديال شهر مارس والبداية ديال شهر ابريل، تيوقف على مجموعة من الطقوس اللي كتردنا الجاهلية الاولى في البلد ديال الالف ولي. من بين مظاهر الجهل اللي كاينة في الضريح اولا في المنطقة ديال مولاي بوعزة، وهي الرقص بطريقة جنونية على الايقاع ديال الطبول والشرب ديال الماء الساخن اولا الماء اللي كيغلي، وزيد على انهم كيطردوا كاع اللي لابس اللون الاحمر. وكيزيد تنزيدو عاوتاني كنشوفوا واحد الطقس اللي هو حيواني، وهو الطقس ديال الافتراس. في بعد الوصول لدرجة اللاوعي في الجدبة تيبداو اللي كيسميوهم الشرفاء بين قوسين، تنقول الشرفاء وتنقولها بين قوسين، بافتراس ديال المعزة حية بطريقة حيوانية كتقزز اللي حاضر اولا اللي كيشوف. من بعد ذلك اللحم ديالها كيتباع اجزاء صغيرة للمشعوذين والسحرة بأثمنة خيالية جدا. والله الا كنتأسفوا بزاف الحال اللي وصلوا ليه المسلمين في هاد الايام هادي، حيث انهم ردوا المقابر والاضرحة هي القبلة ديال القلوب ديالهم، وهي الهوى ديال الافئدة ديالهم، كيتقربوا ليها بسائر القربات. هل اللي كيقدم تور، هل اللي كيقدم بقرة، هل اللي كيقدم معزة، تيبدلوا الغالي والنفيس باش انهم ينالوا الرضا ديال ما عرفتش واش الضريح، واش واحد الشخص اللي مات مدة هادي وهما كيقلبوا على انهم يوصلوا للرضا ديالو. كيفاش حتى وصلنا لهذا الحال هذا؟ كيفاش وصلوا المسلمين لهذا الحال هذا من المهاوي السحيقة والسخيفة؟ كيفاش توجدت هذه الانحرافات العقدية الخطيرة اللي ولات موطن في القلوب ديالهم وفي السلوكيات ديالهم، ولات الدين تيتعبدوا به وتيدافعوا عليه بأقصى ما تيملكوا من قوة. مولاي بوعزة يا بوعزة هاك ربك يا مولاي بوعزة يا مولاي بوعزة يا مولاي بوعزة والربعة يا مولاي بوعزة والخمسة يا مولاي بوعزة. تعطي واحد الخرجة ما عندنا ايدي ما شافوا عيني جاه الله. الذبح هو من أعظم العبادات اللي شرعها الله عز وجل، واعتنى بجانب الإخلاص فيها وأعطاها أهمية كبيرة، ونكر الممارسات ديال الجاهلين ولا الجاهليين اللي كانوا تعبدوا الأصنام وتذبحوا لها من دون الله سبحانه وتعالى. وأمر الله النبي ديالو بالمخالفة ديالهم وتحقيق الإخلاص ليه بوحده في الذبح كما في الصلاة. فقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال أيضا: فصل لربك وانحر، أي أن الذبح خصو يكون خالص لله سبحانه وتعالى. إذا ذبحتي لشي حاجة من غير الله سبحانه وتعالى فتتوصل لدرجة أنك شركتي بالله سبحانه وتعالى. من أسباب انتشار هذه الظواهر هو تبرير البعض اللي كتقاطع المصالح ديالهم مع البقاء ديال هذه الضلالات هذه، كتلقاهم تيدافعوا عليها وتيحرصوا على المصالح ديالهم والمكاسب ديالهم اللي كيجنيوها من مورا ذلك. من بين الأسباب اللي خلات الانتشار ديال هذه الظاهرة هو التشجيع اللي لقاته من السلطة في الماضي والحاضر، حيث أن العديد من المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية كتدعم هذه الطقوس والعادات بدعوى تنظيمها أو المراقبة ديالها، عوض أنها تحاول تدريجيا تخلص منها وتحد من التأثير ديالها على الأقل.
وكان من الممكن لو ان السلطة كون بغات تحول هاد المواسم من طابع ديالها الخرافي الشعوذي الى مواسم ثقافية تنموية اجتماعية واقتصادية. وهذا ما قد يجعلنا نتساءل، واش الدولة هي كتآمن بهاد الطقوس وبقدرة الأولياء على القيام بما اجزات هي عليه؟ إلا كان الأمر بالصح فما عليها إلا أنها تسلم لهاد الناس هادو مقاليد الحكم. الدولة شجعت الناس على الأضرحة والأولياء باش تبعدهم ما أمكن في التفكير في السلطة والحكم والمصير ديال البلد. ومن المعروف أن التوظيف السياسي لهاد العملية مازال مستمر، لا سيما في الفترات ديال الانتخابات، حيث كيتصارعوا المترشحون وكيتسابقوا باش انهم يرعاو هاد الطقوس ديال هاد الاولياء والاضرحة باش يكسبوا الناس، وانهم يتبركوا في بعض الاحيان بالبركة ديالهم. المترشح في بعض الاحيان يقدر يصرف على الولي ولا على الضريح اللي ما يصرفوش على محو الأمية في المنطقة، وهذا أمر طبيعي مادام أن الاستمرار ديالو مرتبط بالبقاء ديال الأمية واستمرار الجهل. الإعلام المخزني بدوره تيساهم في ترسيخ مثل هذه المعتقدات والخرافات بالتقديم ديال البرامج كتخدم هذا الأمر، بحال هذا البرنامج اللي كيتكلم على هذا الولي اللي كيتسمى في كتب التاريخ أبو يعزة، وكيعطيه قدسية وكينسج عليه الخرافات. نخليكم مع هذا الفيديو. وقد جرى ذكر هذا الرجل العظيم وذكر ولايته وانتشار كرامته، فقال: ذكر ابن الزيات التادري في التشوف رواية عن أبي العباس بن إبراهيم الأزدي عن الحاج بن عاصم قال: زرت أبا يعزى من سبتة، فلما أردت الانصراف قال لي: أضحيتك عندي من ماشيتي، أو قال من غنمي. قلت له: من يوصلها من ها هنا إلى سبتة وفي توصيلها لي تعب؟ قال لي: لا تعب عليك، أو قال: ما عليك تعب؟ قال: فقبض الكبش وأخذ حماري وحك فم الكبش في عرقوب الحمار، فركبت حماري والكبش يتبعه كالولد وراء أمه، فإذا لقيني قطيع من الغنم وقف ينظر إليهم ساعة، ثم يجري إلى أن يصل إلى الحمار ويتبعه إلى أن وصلت إلى مدينة سبتة. كان الإمام العارف بالله تعالى مولانا أبو يعزى النور رضي الله عنه وأرضاه نفحة من الجنة جاءت إلى الدنيا، ونعمة من نعمها عمت الناس، نعم الناس بوجوده بينهم في هذه الدنيا رضي الله عنه حيا وميتا. كان رضي الله عنه شعاعا ينبعث بالحب والصلاح والولاية والتقوى والاتصال بالعالم العلوي الواسع الخارجي عن نطاق هذه الأرض الضيقة الفانية. يقول التادلي في التشوف إلى رجال التصوف: هذه هي الحصيرة، صخرة كبيرة مايلة كيروجوا المنظمين أنها وسيلة لكشف المستقبل، حيث كيتمدد السائر في أعلى الصخرة وكيدفع براسو في اتجاه المنحدر. الاتجاهات كتختلف حسب التشوهات اللي كاينه في الحصيرة وحسب البنية الجسمية لكل واحد منهم، وفين ما حبستي كيحدد لك المشعوذ المستقبل ديالك، إما العمل ولا الحج ولا الشقاء إلى غير ذلك. وكيتضاف لهاد الطقوس الرسمية طقس الكي بالنار وتقبيل الحجر والتراب، بل وكاين اللي كياخد الباروك للبيت ديالو. واللي للأسف والمؤسف بزاف هو وجود أناس على قدر عالي من الثقافة كيمارسوا هاد الخزعبلات. هاد الناس هادو ابتدعوا طرق شيطانية من أجل الاسترزاق ونهب أموال السذج والجهلة الأميين دينيا من الحجاج اللي كيتوافدوا من قبائل مختلفة. كاينين المشعوذين والمشعوذات اللي كيستغلوا الفرصة وكيبقى ينهبوا الأموال ديال النساء والرجال المحبطين والأميين والفتيات اليائسات كينصبوا عليهم.
الحجرة د مولاي بوعزة، وهي واحد الحجرة اللي تحتها واحد الحفرة كيقولوا المنظمين انها مباركة، كتحاصر ذوي النيات ولا الاعمال السيئة، وكتسمح بمرور اهل الاعمال الحسنة. الا جينا نشوفوا مزيان هاد الحجرة هادي غنلقاو بانها حجرة عادية فيها واحد النفق ضيق، كنتي غليظ ما غاديش دوز، كنتي رقيق غادي دوز، او بالاحرى كنتي عارف كيفاش غادي دوز راك غادي دوز، ومن طبيعة الحال مقابل مادي. عطينا الزيارة ودخلوا تزوروا، اللي ما عندوش الزيارة ما يدخلش. صح اخويا. راهم تيدخلوا يزوروا وبعد نقول لهم مروا الزيارة تيهربوا مع الطريق. كيتوجه اغلب الزائرين للقبر بطلبات كتفاوت، ها اللي بغى المال، ها اللي بغى السعادة، وها اللي بغى الزواج، وها اللي بغى العمل الى اخره من طلبات. وكاين منهم اللي كيبوس السياجات الحديدية وكيضرب راسو بها باش انه يتبرك. الدعاء عبادة، خاصو يكون الله سبحانه وتعالى بوحده، كيف ما قال سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله احدا، وقال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى بوحده، ماشي للعبد باش انك تطلب الشفاء من المرض او لا قضاء حاجة من صنم ولا من كوكب ولا من جن، فهذا لا يجوز بل هو من الشرك. ولكن الزيارة الشرعية باش انك تمشي تزور القبور، تقول السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، وما شابه من الدعاء ترحم عليهم. فالميت نقاطع العمل ديالو ونقاطع اي حاجة كتربطو بالدنيا، هو في حاجة باش اننا حنا ندعيو ليه وحنا نستغفروا ليه حنا نترحموا عليه، ماشي باش ندعيو من دون الله سبحانه وتعالى ليه هو. وتيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تينشط النقل السري بالمنطقة خلال الموسم ديال الحج إن جاز التعبير، بسبب قلة السيارات أو سيارات الأجرة وصعوبة المسالك والطرق المؤدية إلى الضريح. الدرك الملكي والسلطات المحلية وأفراد القوات المساعدة هما اللي كينظموا السير ديال الزوار، راكبين ولا غاديين على رجليهم ولا مستقرين داخل الغرف ديال الكراء او لا في الازقة وفي الشوارع ديال الجماعة، وواضعين في عينيهم الظرفية ديال الفترة اللي كتمتد حوالي الشهر من كل سنة. كيتجاهلوا النقل السري، الشاحنات والبيكوبات والعربات المجرورة والبغال والخيول، واللي ما كيبقاش الوزن مهم في الحمولة ديالها ولا العدد الركاب المسموح به ولا حتى الإشارات المرور على المداخل ديال الجماعة القروية. الدرك الملكي كيكتفيو بالتنظيم ديال المرور تلك المواكب الهائجة اللي كتفرض النظام الخاص ديالها في السير.